السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير، صباحكم زي الفل. نبدأ بقى نسجل التحدي الجديد بتاعنا النهارده 1/1/2023. هنبدأ نسجل. المرة دي احنا بنسجل التحدي في شكل فلوج، بحيث ان الواحد حابب ان احنا ناخد التحديات بشكل جديد، بشكل مختلف. منها ان احنا ننقل الموضوع بشكل عملي، جايز ده يحمس عدد اكبر من الناس ان هي تلتزم، وجايز ان احنا ندي مثال لبعض الحاجات ازاي ان هي تتعمل مثلا. وقررت ان احنا هنعمل التحدي هيبقى مدته شهري، يعني احنا كده هيكون معانا 12 تحدي خلال السنة. ليه؟ لان احنا كنا بنتعامل على التحدي ان هو تحدي واحد لمدة اسبوع، ولكن قررت ان احنا هنعمل التحدي هيبقى بشكل ان احنا بنعمل 3 تحديات مثلا او تحديين وننزلهم في الفلوج ده مثلا، بحيث ان احنا هنطبق اكتر من حاجة ونشوف تطبيقهم في حياتنا، ونشوف ان احنا نفضل مستمرين عليهم. مثال لحد دلوقتي المفروض ان احنا هنعمل اول شهر هيكون 3 حاجات. رقم 1 ان احنا هنصحى بدري، رقم 2 ان احنا هنقرأ يوميا، رقم 3 الحفاظ على الصلاة على أوقاتها. احنا عايزين نكمل في التحديات، عايزين نلتزم بالصلاة على وقتها. يا سلام بقى لو كانت في المسجد، ولو انت مضغوط او مشغول او بتعمل حاجة ومش قادر او مش هتعرف تصلي تحت اي ظرف، يعني حاول بقدر الامكان اول ما تخلص الحاجة اللي انت بتعملها، وحاول بقدر الامكان تقلل اصلا فرص ان انت ما تصليش الصلاة في وقتها، يعني ربنا ييسر الحال. اول حاجة نبدأ اليوم الحمد لله فرصة كبيرة للناس. صلاة الفجر بقت مثلا الساعة 5:15، ففرصة ان انت تصحى بدري، نحافظ على الصلاة على وقتها، نبدأ بصلاة الفجر وربنا يتقبل منا ان شاء الله. يلا بينا. تبقى فرصة برضو كويسة ان احنا نحافظ على الصلاة على وقتها، وتحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ ان احنا نصليها في المسجد. احنا معانا 30 يوم، يعني 30 صلاة فجر، 30 صلاة ظهر. عايزين نختبر نفسنا، عايزين نشوف مدى التزامنا ومدى قدرتنا ان احنا نحاول نعمل الامور باحسن شكل ينبغي ان احنا نعمله بيه. يعني مثلا الصلاه المفروض نحاول نجيب ال5 صلوات في المسجد، ده اللي احنا هنحاول نعمله. بفكر ان شاء الله، بس دي انا ما لحقتش اعملها يعني عشان الفكره ما كانتش في بالي. هي فكره ان احنا يبقى فيه زي عارفين اللي انتوا حوارات التودو ليست، يعني مثلا يبقى فيه جدول بال30 يوم لل5 صلوات، نعمل تشيك على الصلاه دي. مثلا انت صليت الصلاه دي مثلا في المسجد، قشطه، يبقى انت كده خدت العلامه الكامله. صليتها على وقتها بس في البيت مثلا تاخد 75%، وهكذا، يعني بحيث انت تقيم نفسك، تعمل تقييم لنفسك في الامور كلها. هي الموضوع مش هيبقى في الصلاه بس، يعني مثلا جه في بالي برضو ان احنا من الحاجات التانية اللي احنا هنشتغل عليها فكره القراءه. فمثلا عندنا القراءه معظم الكتب بتدور في رينج نتكلم في 200 من 200 ل 300 صفحه، فهنحاول بقدر الامكان نشوف مدى قدرتنا والتزامنا. عارف المسجد ده الاقامه تتاخر فيه شويه، فقلنا نيجي نصلي فيه، نصلي ركعتي الفجر. يلا بينا. الحمد لله صلينا. بحس ان صلاة الفجر هي القنطرة التي تستوي بها الامور ويستقيم بها يومك، والواحد لما بيأثر فيها بيحس ان يومه مش مظبوط، في تخلخل كده في اليوم بسبب التقصير في صلاة الفجر بالذات يعني. فدايما بدعي اللهم اجعلنا من اهل الفجر، اللهم اجعلنا من اهل المساجد، اللهم اجعلنا من اهل القرآن. ربنا يرزقنا التوفيق وحسن العمل وحسن القبول ان شاء الله. نبدأ التحدي وان احنا نقرأ ونروح بقى نشوف مصالحنا ونشوف شغلنا. يلا بينا. طبعا اختيار الكتاب مش حاجة سهلة، وانا لقيت ان انا عندي كذا كتاب كده لحد اسمه براين تريسي. لو انتم مش عارفينه، كنت انا جايب حوالي 11 كتاب لبراين تريسي، الكتب اللي هي اللي تبقى متقلدة دي. كان هو عرض كان نازل على الفيسبوك فجبته. الكتاب حوالي 110 صفحة، الكتاب حوالي 110، فاحتمال ان انا ابدا بقى في حاجه من الكتب بتاعت براين تريسي. جايز ان احنا نحاول نخلص اكبر عدد من الكتب دي، وعشان خاطر عيونكم وعشان خاطر نظبط الفتره اللي جايه هنذاكر كتاب اداره الوقت. مقرر كده وربنا يعيننا، يعني ان الواحد ياخد الكتب كمذاكره مش كقراءه بس، بحيث نقدر نطلع باكبر استفاده. فده الكتاب اللي انا هقراه دلوقتي. وفي الكتب اللي موجوده معايا حاليا القياده والنجاح الشخصي، ولكن خلينا ناخد اداره الوقت.
هيكون بقى في خلال الشهر اللي احنا هنشتغل فيه فلوجز بقى برضه هنعملها عن حياتنا هتبقى ماشيه ازاي والشكل هيبقى ماشي ازاي. انا اصلا برتاح اكتر في فكره الفلوجز وان الواحد يصور وهو ماشي وهكذا، فهنحاول بقدر الامكان نشوف الدنيا هتطلع ازاي وهتمشي ازاي، واتمنى يعني ان الموضوع يكون عاجبكم. بما اننا على اعتاب الشغل وجايين بدري، الساعه دلوقتي 7:30، في مقوله سمعتها من سنين وحان وقت تطبيقها. بما اننا التحدي بتاع ان احنا نصحى بدري، شرط السياده ترك الوساده. جزء كبير جدا 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 من فكره ان انت تحسن من نفسك وادائك وحاجات زي كده هي فكره ان انت تقوم من على السرير. فقوم يا حبيبي، قوم وتلحلح ما تقعدش على السرير كتير، خاصه اول ما بتصحى نفضل قاعدين فتره وبننزل كوميك ان انا مش عارف بقعد بالنص ساعه وبالساعه قبل ما ببدا استوعب والحاجات دي. ده مش وقتنا، عايزين ننجز، عايزين نحقق حاجات اكتر، سواء في الدراسه، في الشغل، في الدين، في علاقتك بربنا، في الرياضه واللياقه، عشان انا واحد عجز اهو مش قادر يعدي الطريق. فالله المستعان، نستعين بالله كده، استعين بالله ولا تعجز. صباحكم زي الفل، يلا بينا. لو الشكل ده عجبكم عرفوني، ولو التحديات الثلاثة موافقين عليها برضو سيبوا لي رأيكم في التعليقات. ده هيكون بس بداية كده الفكرة، وأكدوا معايا الفكرة دي هتناسبكم ولا لأ. هيكون فيديو واحد بنتكلم فيه عن التحدي وهيبقى لمدة شهر، وهنحاول بقدر الإمكان نطبق أكتر ونحسن من حياتنا بشكل أحسن. ولو عندكم اقتراحات حابين الموضوع يبقى شكله عامل إزاي أو كده برضو تسيبوا لي رأيكم في التعليقات، ونشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم.